معنا كابتن محمد فتحي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله ومدير هذه البطوله. برحب بحضرتك كابتن محمد واقول لك النهارده الحمد لله على السلامه يعني وكل سنه وانت طيب. بطوله اعتقد يعني في اليوم البدايه لسه، واعتقد اللي هي تعتبر يعني بطوله بيقولوا عوده مره اخرى لاحداث يعني نقول للمنافسات بعد غياب اكثر من 6 سنين من 2017 لحد النهارده. كل سنه وانت طيب الاول، وكل سنه واعزائي المشاهدين كلهم طيبين. هي طبعا البطوله العربيه رغم عدم يعني مشاركه فعاله من بعض الدول، يعني في دول اعتذرت. النهارده احنا مشاركين في 5 فرق في البطوله كلها: الجزائر، المغرب، الكويت، مصر فرقتين، طبعا فريق الانس الشابات وفريق الدرجه الاولى لاستعداد فريق الشابات لكاس العالم في مدريد يوم 15/7. الحمد لله اول يوم في البطوله، الاجواء كويسه، التنظيم برضو كويس لحد كبير، الفرق راضيه كلها عن المشاركه. طبعا النهارده في اول يوم الفرق المصريه، فريق مصر الشابات لاعب فريق الجزائر وتغلب عليه، ودلوقتي في مباراه مصر وفريق الدرجه الاولى وفريق الكويت. وطبعا يعني من اهداف البطولات العربيه كلها تنشيط اللعبه والاستعدادات برضو الفرق المنتخبات السيدات للبطولات، اذا كانت بطولات اسيويه او بطولات اقليميه افريقيه او كاس العالم زي ما مشارك منتخب 19 سنه، ونامل ان هي تنتهي زي ما ابتدت، وان شاء الله يكون التتويج من نصيب الفريق المصري. كنت يعني اللي هو عبد الله الشلبي بيقول لي اللي فيه جدول بسبب اللي بعض الفرق الافريقيه واسيا وما حصلش توافق، كنا ممكن ناخر والعدد يزيد، ولكن بيقول لي كانت ممكن البطوله ما تقامش، احنا كنا عايزين بس البطوله ترجع وبعد كده نقدر نزود الفرق في اللي هو قادم ان شاء الله. هو طبعا لا، انشطه الاتحاد الدولي كلها دايما بتبقى في الصيف، ففي احتكاكات كتيره جدا الفتره الجايه في انشطه الاتحاد الدولي، يعني في بطوله عالم شباب، افريقيا سيدات، فالبطولات كتيره جدا وكل الفرق عايزه تستعد، وفي بطوله اسيا برضو سيدات، فكل الفرق عايزه تشارك في البطوله وتستعد، فطبعا الجداول بتاعتها بتبقى مختلفه عن الماتشات اللي هي الرسميه اللي هي هتلعبها، فكل فرقه بتحاول تستعد بالطريقه اللي هي تريحها. وجوات الفرق اللي هي في البطوله العربيه السيدات منتخبات، ودي زي ما حضرتك قلت برضو في الاول ان هي بعد غياب فتره طويله، والحمد لله برضو بتقام في مصر، وطبعا التنظيم زي ما حضرتك شايف على اعلى مستوى والحمد لله. اعتقد مجمع الصالات بيدي افضليه لاي بطوله اللي فيه صاله للتدريب وصاله للعب وصاله، فبتخلي المكان كله قريبه من وسط الفرق بتبقى مستعده، اذا كان على اهم الاستعداد، اذا كان تدريبيا او من خلال اللقاءات الوديه اللي بتتلعب او من خلال البطوله والمنافسات اللي احنا لسه في الدور الاول. طبعا لسه بعد كده كل الفرق هتصف تاني على البطل، واعتقد هيبقى في منافسه كويس. شكله نزلنا معاه نزل الملعب نلعب معاه، عايز يلعب اكبر مجموعه ويعمل روتيشن بتاعي عشان هو طبعا بيجرب كل البنات بحيث ان هو يبقى مستعد برضه. كابتن ايهاب برضه المدربين الاكفاء جدا في تدريب منتخبات السيدات بمصر، وان شاء الله ربنا يوفقه ويبقى برضه منتخب السيدات اهل ان هو يتاهل لكاس العالم وبطولات افريقيا زي منتخب الرجال، ودي تبقى طفره كبيره ان شاء الله، واحنا ده التارجت اللي احنا كاتحاد باصين له وماشيين فيه الفتره الجايه ان شاء الله. انتوا كاتحاد انا حاسس عندكم ارتباطات لمنتخبات كتير قوي، منتخبين في الاردن الناشئين جايبين نتائج مع عماد محمود وابو عمرو ابو خير طبعا مع حفظ الالقاب، عندكم منتخب بيلعب كاس العالم للناشئين، عندكم منتخب بنات رايح كاس العالم خلال الشهر القادم، عندكم فريق الرجال رايح كاس العالم، فاعتقد اجنده مسحومه جدا للمنتخبات الوطنيه. احنا عندنا 8 منتخبات مشاركين في كاس العالم ما بين 3-على-3 والفرق الكبيره، ولسه منتخب الشباب حصل على المركز ال 13 في بطوله العالم بالمجر لسه اول امبارح، ولسه الماتشين دول في الاول كان الموضوع فرق كتير. بص، هو خلينا نتكلم في ترتيب مصر. الباسكت لعبه كبيره في العالم كله، وفي دول كتيره بتبقى اللعبه الاولى عندهم او هي اللعبه الثانيه بعد كره القدم على مستوى العالم، ففي فرق اهتماماتها الاولى الباسكت. احنا ترتيبنا بقالنا فتره لينا مكان ثابت في بطولات الناشئين وفي التصنيف العالمي، يعني احنا بنلعب دايما من المركز العاشر للمركز ال 14 بقالنا فتره طويله، فهو ده تصنيفنا اصلا اوريدي ما بين العالم. فالمركز ال 13 مش هو احسن حاجه ومش وحش برضو، احنا ستيل في مركزنا العالمي وتصنيفنا العالمي ما اتغيرش. اللي هو يعني اللعبه صعبه، واللي انا اقدر المجموعه او من مستوى لمستوى عايز عدد من السنين. لا عايز حاجات كتيره جدا، وان شاء الله احنا الفتره الجايه بنحاول. يمكن منتخب البنات اللي هو اللي حضرتك شفته الماتش اللي فات ده
يمكن ده برضو يعني ده مستقبل مصر اللي جاي. في عناصر كويسه جدا، في لعيبه محترفه في الدوري في الجامعات الامريكيه. فان شاء الله احنا مراهنين على المنتخب ده ان هو يقدر يعمل حاجه في كاس العالم في مدريد. الجزائر الاول اعتقد نتيجه طبعا نتيجه هايله جدا، مع ان الواحد يا محسن برضو بيخاف من البدايات القويه دي. يعني فاهم، يعني ان شاء الله هم البنات كويسين واحنا مراهنين عليهم، معاهم مدير فني كفء على اعلى مستوى، مصطفى عدود. فربنا يوفقه ان شاء الله، ويكون نقدر نكسر المركز العاشر بالنتيجه. يعني هو احسن مركز عملناه في كاس العالم بالنسبه للناشئين شباب وشابات هو المركز العاشر. فاحنا ان شاء الله ربنا يكرمنا. وانت زي ما انت قلت في الاول، هو ماتش بيفرق، يدخلك في الثمانيه اللي فوق او يدخلك في الثمانيه اللي تحت. فان شاء الله يكون الفتره الجايه نقدر نحقق مراكز كويسه في بطولات كاس العالم، ونعلي تصنيف مصر ونخش الاولمبياد كمان ان شاء الله. شكرا جدا يا كابتن فتحي، واعتقد النهارده بقى بدايه ان شاء الله كل يوم مع بعض نتابع. يعني انت بصفتك مدير البطوله نتابع ان شاء الله فعاليات البطوله كل يوم. ربنا يخليك يا باشا. ساوند طيب، ساوند طيب. يعني مشاهدينا الكرام، يعني احنا مستمرين مع حضراتكم زي ما انتم شايفين، يعني فعاليات اليوم الاول للبطوله العربيه لكره السله للانسات التي تقام بمجمع الصالات باستاد القاهره. وزي ما احنا شايفين يعني هذه البطوله يوم اول كان لمنتخب مصر به في مواجهه المنتخب الجزائري الاول، واستطاع المنتخب المصري الفوز في احداث هذه المباراه. واعتقد كانت مباراه يعني قويه جدا، خاصه ان الشابات ولادنا قدروا يحسبوا هذه المباراه الاولى، ودي تاني مباراه النهارده. اعتقد مباراه يعني لمنتخب الكويتي، وزي ما احنا كان معانا كابتن رمضان فقدر يقول لنا البطوله يعني النهارده هو جاي كمنتخب كويتي عايز يعمل منتخب كويتي للمنتخب الكويتي يرجع تاني، والمنتخب الكويتي يقدر يشارك خاصه مع منتخب مصر للانسات اللي بيستعد لبطوله افريقيا. زي ما احنا قال لنا كابتن ايهاب الالفي اللي هم بيحاولوا يرجعوا مره اخرى الى المشاركه الافريقيه. يعني قال لي ده معسكر بدا من حوالي شهر لمنتخب الانسات، والمنتخب ده بيتم اعداده للبطوله القادمه، وهيكون خلال الفتره القادمه في يعني نقول ماتشين وديين مع رواندا هنا في القاهره. اعتقد خلال هذا البرنامج هيكون برنامج تصاعدي، وزي ما قال اللي هو هيدفع ببعض العناصر الشابه وبعض نقول الوجوه الجديده لمنتخب الانسات الاول، خاصه ان الفريق نقول الشباب او البنات اللي تحت 19 سنه الشابات منتخب يعني واعد وعنده بعض موجوده بره، ولكن هيكون نقول التصعيد هيكون بشكل تدريجي خلال الفتره القادمه للمنتخب مصر الاول. طبعا زي ما احنا شايفين احنا بين الكوارتر الاول والثاني لهذه المباراه، ثاني مباراه هذا اليوم. منتخب مصر اعتقد اللي كابتن ايهاب الالفي زي ما انا شايف كده هيدفع يعني بمجموعه ثانيه، وبيحاول يغير التكتيك في ارض المباراه، وايضا بيحاول يعني يستعرض دول زي ما يقول يعني بالبنات الجداد مش بيستعرض في الملعب، ولكن بيستعرض بعض الخطط او بعض الجمل التكتيكيه اللي هو بيقولها لهم بيحاول ينفذها في ارض الملعب، خاصه اللي الكوارتر الاول والثاني كانت النتيجه الفرق كبير جدا في عدد النقاط. اعتقد زي ما اكد ايضا مدير البطوله كابتن محمد فتحي قال السنه دي في 8 منتخبات وطنيه بما فيهم فرق 3 مشاركه في كاس العالم، واعتقد دي انجازات يعني انجاز طيب لكره السله المصريه بمشاركه 8 منتخبات في عدد من البطولات المختلفه. اعتقد يعني في فريق الشباب اللي موجود في بطوله العالم اي نعم وصل كسب، اصل قدر يكسب اخر ماتشين سواء ماتش المغرب ماتش لبنان او ماتش مدغشقر، وقدر يحصل على المركز 13. اعتقد فريق البنات تحت الشابات تحت 19 سنه هيكون ليه يعني نصيب خلال البطوله القادمه ان شاء الله، بطوله العالم في اسبانيا خلال الشهر القادم. ايضا منتخب الرجال يعود مره اخرى بعد ما وصل 2018 ويعود مره اخرى والى البطوله. هينضم الينا دلوقتي واحده من نجماتنا بقى اللي النهارده قاعده، ويعني نقول بقى هي بطلتنا سوريا محمد. سوريا برحب بيكي واقول لك النهارده قاعده وبره السكور طبعا المباراه. سوريا دايما في المهام الصعبه، فبقول لك في البدايه يعني عندك اصابه ولا انت مريحه كابتن؟ مريحه عشان المباراه مش قويه قوي؟ لا والله هو اللي احنا يمكن عشان 14 لعيب فالكوتش بيعمل روتيشن بين الفرق كلها، والنهارده دوري في الروتيشن انا لقيتك قاعده من بره قلت بقى في اصابه وفي حاجه. الحمد لله احنا ال 14 لعيب كويسين، والنهارده انا ونادين قاعدين والدنيا ماشيه كويس الحمد لله اهي، وان شاء الله لسه اللي جاي اهم واللي جاي اصعب. يعني انا كنت عارف ان انت كان عندك اصابه قويه وابتديتي ترجعي واحده بواحده، وحاسس ان برضو كابتن ايهاب مش عايز يزود عليكي، وحاسس برضو في النادي مش عايزين يضغطوا عليكي اللي كانت سوريا بقى لها 4-5 سنين مضغوط. والله يمكن بصراحه لا، يعني انا حاسه ان انا في النادي لا الدنيا ماشيه كويس. انا الحمد لله رجعت اهو بقالي اكتر من سنه،
فالدنيا ماشيه كويس. ممكن اول ما رجعت كان الموضوع يمكن كان اصعب، بس دلوقتي الحمد لله الدنيا ماشيه كويس. رجعت على طول النادي، خدنا ال5 بطولات، وهو دلوقتي ادينا مع المنتخب بطولات عادي يعني. انت بتتكلمي ان انتوا خدتوا يعني اللي احنا خدنا 5 تمرينات لا 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 الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب بطولات كلها، وهو في المنتخب دلوقتي كل التركيز مع المنتخب. ان شاء الله نكسب بطوله عربيه، استعداد لبطوله افريقيا، وهو ده اللي احنا مركزين عليه. يمكن يعني ده الاعداد للبطوله الافريقيه. طيب انت واحده من عناصر الخبره، وانا شايف الكابتن ايهاب بيدفع برضو بعض العناصر الصغيره، اعتقد بيبقى عليكم ضغط شويه وعليكم مسؤوليه. كابتن ايهاب بيقول لك ايه؟ بيسال لا هو كابتن ايهاب معانا، يعتبر معانا اساسا فكر طبعا. فاكيد طبعا انا اكيد كابتن ايهاب الحمد لله ان انا مع الفرقه دي، وان انا موجوده مع عناصر صغيره. في كابتن ايهاب عامل ميكس ما بين اللعيبه القديمه واللعيبه الصغيرين، منتخب ال19 منتخب ال21 واحنا المنتخب الكبير، فالاساس موجود وبنكمل عليه. فده اللي يمكن كابتن ايهاب دايما بيعمله كل سنه، ان يبقى دايما في ميكس بين اللعيبه الكبيره وبين اللعيبه الصغيره، ومش عامل فرق ما بين لعيب كبير ولعيب صغير، كل اللي في الملعب واحد. يعني ان شاء الله هو يعني النهارده كل اللعيبه بتجيب سكور، مش فارقه مين موجود في الملعب، كل اللعيبه ثابته نفسها في الملعب. سوريا بشوفكم مميزات كناحيه فرديه كناحيه فنيه.